في ناس كتير بتجيلي في الجلسات وشكوى دايما مستمرة بسمعها ان انا والله بقالي كتير جدا بطور نفسي ومفيش فايدة، بقالي كتير عايز اغير الحتة دي في حياتي ومفيش فايدة. في سر موجود هنا عايز بصراحة اقول لكم عليه، واللي هيعرف فعلا يركز فيه ويشتغل على الحتة دي هيحصل شيفت في حياته. معظم الناس للأسف علشان بتتطور من مساحة رفض. أنا رافض الواقع اللي أنا فيه، أنا رافض المشكلة اللي أنا فيها، أنا مش عايز الحتة دي تاني في حياتي، وببدأ أتحرك للي أنا عايزه من المفهوم ده. ولو تفتكروا معايا في فيديو سابق قبل كده كلمتكم على الشيء اللي بنركز عليه بيزيد، فأنا مش واخد بالي، أنا مركز على إني رافض حتة سلبية فيا، رافض اني شخص بخيل، رافض ان انا الناس مش بتقدرني، رافض ان انا علاقتي بزوجتي مش متزنه، رافض في حته معينه، ومن رفضي عايز اتطور. للاسف هي ما بتحصلش كده. محتاج اتعلم اني اوقف رفض واحوله لحاجه اسمها اني اتقبل اللي موجود، احترم ان في جزء سلبي عندي، احترم ان عندي خلل انا مش موافق عليه بس محترم وجوده، ومن الحال ده ببدأ اخد خطوة ناحية الافضل. لو قدرت انتبه للجزئية دي، الطاقة اللي بتحطوها في تطوير حياتكم هتجيب نتائج. لو ضيعت وقتي في ان انا طول الوقت رافض اللي انا فيه، للأسف كل فترة هرجع تاني لنقطة الصفر والاقي نفسي محققتش تطور زي انا متوقعه. حابب انكم تشاركونا في الكومنتات لو في حد كان في حتة عالقة في حياته وانتبه للمعنى ده وبدأ يغير المفهوم ده، اتطور وصل لفين. ولو في حد لسه في حتة بيقاومها ورافضها ومش عارف يتعلم المهارة دي، اكتبوا لنا في الكومنتات وان شاء الله نقول لكم ازاي نقدر نساعدكم.